أفادت تقارير إعلامية حديثة بأن المدرب التونسي مهدي النفطي قد ابتعد عن تولي مهمة تدريب المنتخب التونسي لكرة القدم، وذلك بسبب مطالب مالية اعتبرت مرتفعة. وفقا لموقع وين طلب النفطي راتبا شهريا قدره 40,000 يورو، بالإضافة إلى 10,000 يورو لمساعده الإسباني، مما أدى إلى تعثر المفاوضات مع الاتحاد التونسي لكرة القدم. من جهة أخرى، أشار محامي النفطي عبد الله القلالي إلى أن تفاصيل مادية صغيرة تفصل موكله عن الاتفاق مع الجامعة التونسية لكرة القدم، مؤكدا أن القضية المرفوعة سابقا في محكمة التحكيم الرياضي TAS لا تمثل عائقا ويمكن سحبها بسهولة. في سياق متصل، اعتذر اللاعب الدولي السابق عادل الشاذلي عن تلبية مقترح الانضمام إلى الجهاز الفني للمنتخب التونسي مع مهدي النفطي، مرجعا ذلك إلى أسباب مهنية وعائلية. حتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي من الاتحاد التونسي لكرة القدم بشأن تعيين مدرب جديد للمنتخب.